مصر دي 3 حروف، صح به؟ طيب نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دولت كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجه، نعرف الدنيا فيها ايه. واحد، كلمه مصر معناها مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر أذرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناة السويس، 11 بحيرة طبيعية، أكبر بحيرة صناعية بحيرة السد العالي 500,000 فدان، الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية، دولة في سيناء فيها مسارين مش موجودين زي الكعبة المشرفة موجودة في مكة وقبر الرسول الكريم في المدينة. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مسار خروج اليهود ومسار العائلة المقدسة ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام، موجودين عند حضرتك لم تستغلهم. عند حضرتك تلت آثار العالم اللي موجودة في مدينة واحدة حضرتك اسمها الأقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصية عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس. صحيح. عند حضرتك دوله اقدم 3 دول في العالم، مصر والصين واليونان. عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقه حتى الان لم يتم تغيير الحدود بتاعتها، مصر والصين. انت مش عارف تدير. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره. في الببلاوي في الفتره الزمنيه دي هقول لحضرتك تعمل عشان ما نتجناش. لا لا لا، هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه، مش كده؟ منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل، اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنه. دول الاتحاد الاوروبي جت سنه 2001 ال 12 دوله قالوا انضموا 15 علينا. ليه؟ عشان عيونهم خضراء؟ لا، لان كان السياسه اللي كان بيتبعها في تحديد الناس خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحله الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده، اضطر يجيب الناس التانيه دول. تمام؟ انت عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد. مصر لحد النهارده انا بستورد. يا دكتور صلاح، طيب بس انا شرق التفريعه اللي انت بتتكلم على البطاله طبعا يحقق 750,000 طبعا فرصه عمل في ثانيه. طيب يا باشا معلش دقيقه واحده لانه بعد معنا ضيف اتفضل يا باشا. بعد ما سمعت صوته حتى مش عارف اذا بيحكي ولا لا. لا تسمعني ان شاء الله. بس اولا اخذت يعني اسرع درس تاريخ وجغرافيا اخذناه باقل فتره طب هضيف حته بس صغيره معلش في عجاله. البورصة السفن داخل داخل منطقة الشرق الأوسط، السفن اللي هي التصنيع والتخريج والصيانة وخلافه، السفن دي بتمشي في المية ولا في الرمل؟ في المية اللي هو عندنا احنا. بتروح ليه؟ بورصة السفن بتروح في ليه؟ جبل علي. ازاي؟